السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى في مطبخ ناناسوس غنقدم معكم اليوم الكحك ساهل بطريقة سهلة، كنتمنى يعجبكم. المقادير كالتالي: الجنجلان، كاس سنيدة، كاس الماء، كاس الزيت، شوية الملح، النافع، خمارة وفانيليا، بالإضافة إلى الطحين. هنا كنهزو المكان فاش غنخدمو، كنديرو الماء، الزيت، السنيدة، الفانيليا، كنخلطوهم مزيان حتى كتذوب السنيدة. من الأحسن تاخدو السنيدة رقيقة. كنديرو شوية الملح، الجنجلان، 2 معالق الجنجلان كيكون محمر شوية، و2 معالق النافع. انا كنخلط النافع وحبة الحلاوة، كنديرهم في طاسة. ملي كنبغي نستخدمهم كنديرهم بجوج. هنا كنديرو الخمارة ديالنا، انا مشي مرات كندير قشورة الليمون او الحامض حتى هو كيعطي مذاق زوين. هنا كناخدو الطحين كنغربلوه، كنجمعوا العجينة ديالنا. نتوما على حسب الدقيق اللي عندكم. كنعجنو مزيان. كنجمعوا الطحين اللي عندنا. هنا ما تخافوش من العجينة، عجني مزيان العجينة ديالك. من بعد كنشوفوها على حسب الا كانت تخصنا شويه الطحين كنديروه حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. كنهزو بلاستيك غذائي، كنديروا فيها العجينه، كنخليوها ترتاح واحد نص ساعه، عاد كنرجعوا ليها. من بعد كنهزو بلاستيكه، كنسرحوا فيه العجينه، كتكون من الأحسن تكون رقيقة. كنتمنى تجربوا هاد الكعك، كيجي لذيذ بزاف وساهل، ما فيش المقادير بزاف.
كتبقاو دلكو كنقطعو وتشوفوا بالمول حتى تلقاو اي مول يكون دائري، وحتى ولا الكاس اللي كبير. هاد الطريقة كتجي ساهلة على الكعك العادي كيشد اليد. من بعد كنهزو هزيت هاد البوق ولا غلاقة ديال الزيت ولا قرعة الماء، كنقطعو بها الوسط. هاد البوق جا ساهل كتحكمي فيه. من بعد كنديروهم في اللاطة، وكنهزو بيضة كاملة مع قهوة سريع الذوبان، كنخلطوهم مزيان وكندهنو بهم الكعك باش يعطي واحد المنظر زوين. وكنرشو الجنجلان ولا تخليوهم هكذاك. اللي بغى يقتصد يدير غير الصفر، غير البيض. هنايا دابا كنكونوا شاعلين الفران يكون سخون. هنا كملنا الحلوة ديالنا كاملة. هنا من بعد ما خرجناهم من الفران نخليهم يكونوا محمرين. انا كتعجبني الحلوة محمرة، كتجي لذيذة. ها هو كيجي مقرمش ولذيذ مع دوك الزرارع اللي فيه. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا بزاف على المشاهدة، والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.